المكون الغير واضح مش في مصلحتك كدب، ودومتي كان اوضح في النقطه. ده احلى طعم بس مش انضف واحد. معناته ايه الكلام ده يا منجو؟ هو ده فعلا انضف عيش في مصر؟ عشان نقدر نجاوب على السؤال ده نلعبه جو. يلا بينا. واكيد اولنا ايه المكونات؟ اللايك والفولو دوم خبز توست رده بدون اضافه سكر. قبل ما نبدا يا منجوكس عايزين نحط قاعده اساسيه. مش معنى ان العيش لونه بني ونضيف وبيلمع خالي من الجلوتين، عشان بدات اشوف بعض الفيديوهات دي في ناحيه ان العيش ده حاجه سحريه. نبدا تفصيص. بدايتنا كده مستخدمين دقيق قمح مش دقيق قمح كامل، مستخدم زيوت نخيل. طب هل ده حاجه مثاليه يا منجوجو؟ لا، بس الايجابي اللي فيه انه كاتبين انه غير مهدرج. منجوجو معلش يعني ايه مهدرج اصلا؟ ايوه كده منجوكس، عايزك تبدا تفهم وتحفظ معايا. عندنا شويه زيت سائل عايزين نحولهم لزيت صلب او شبه صلب. ايوه منجوجو، بس انت عايز تعمل كده ليه؟ يا اخي عايز ازود فتره صلاحيتها واقلل التكاليف. يبقى نضيف عليها شويه هيدروجين ونخليها صلب. ويجي مع الهدرجه مشاكل كتير ليها علاقه بالكوليسترول وامراض القلب. الملاحظه الثانيه بروبيونات الكالسيوم اي 282. ما تخضش كده منجوكس، عايزك تقيل. دي ماده حافظه مهمتها تحفظ العيش من التعفن عشان نطول فتره الصلاحيه شويه. خطر؟ لا، اغلب المؤسسات الصحيه العالميه بتقول ان هي امن، لكن اكيد لو مش موجوده هيكون احسن. الملاحظه الثانيه قال لك محسنات خبز مسموح بيها. مطاطه قوي الكلمه ديالوجي. مش متفصل ايه نوع المحسنات. طب ايه وظيفتها؟ تحسين القوام وزياده فتره الصلاحيه. الحاجه الرابعه ان في جلوتين مضاف غير الجلوتين الطبيعي اللي موجود اصلا في القمح، عاملين كده عشان يدوا طراوه اكتر للعيش. منجوجو انا بس عندي استفسار، انت قلت في بدايه النوع ده ان هو بدون اضافه سكر، بس تعالى كده مكتوب اجمالي السكريات 1 جرام. معناته ايه الكلام ده يا منجوجو؟ هو الراجل كان واضح قال لك انا ما ضفتش سكر، لكن ممكن السكر يجي من اللبن، من دقيق القمح، مع شويه الياف بسيطه بسبب الشعير. 1 جرام للشعير، رقم مش خارق قوي لكن مقبول. طولنا في اول نوع، لكن ده هيساعدنا في اللي جاي. التوستيه طريه وفلافي، لونها فاتح مش غامق، مع طعم قمح مش اقوى حاجه، وطعم سكر قليل. وبناء على كل ما سبق السته الطيبه. النوع التاني سعر الثلاثه بيتمرجح من 55 ل 60 على حسب المكان اللي انت بتجيبه، وصلاحيه الثلاثه من 10 ل 11. هتقف عند ايه منجوجو في النوع ده؟ زيوت نباتيه زي اللي قبله يعني. لا. هنا هو مش موضح اذا كانت مهدرجه ولا لا، ومش موضح نوع الزيوت، وزي ما احنا متفقين القاعده الذهبيه بتاعتنا نوت كلير تساوي مكون شركه، يعني المكون الغير واضح مش في مصلحتك كدب. ودومتي كان اوضح في النقطه الثانيه انه تسويقي بالزياده كاتب لك يحتوي على مضادات اكسده طبيعيه تساعد في تقويه الجهاز المناعي. يعني بيكذب يا منجوجو؟ دقيق القمح الكامل فيه مضادات اكسده طبيعيه، دي نقطه تحسب له. بس السياق الدرامي بيوديني ان ده اختيار طبيعي 100%، وده مش الواقع. الحاجه الثالثه ان هم مستخدمين محسنات الخبز والماده الحافظه اللي قلنا عليها في دول. من النقط القويه جدا اللي تحسب لهم مستخدمين دقيق قمح كامل. يعني وايه الفرق؟ دقيق قمح كامل يعني الياف وفيتامينات اعلى، دقيق قمح عادي يعني معالجه اعلى، قيم غذائيه اقل، مع رفع سكر اصلا. النقطه الثانيه القويه اللي عندهم مستخدمين نخاله القمح، ده ما كانش موجود في النوع ده، والنخاله يعني الياف. الحاجه الثالثه السكر اقل من 1 جرام وما فيهوش جلوتين مضاف. يبقى نسمي اللون بسم الله. طعم قمح اقوى، لون التوستيه اغمق، انشف سنه بسيطه من دومتي، مع طعم سكر تقريبا 1 في اللتر، 7 من 10. ولو قلت لي نوع الزيوت النباتيه تاخد درجه زي. نختم باللي عامل قلبان. لازم يكون ليك واسطه عند البقال اللي جنبكم عشان يشيل لك واحد على جنب. بس يا ترى في فرق جبار بينه وبين اللي فاتوا؟ اولنا نفس الاضافات الصناعيه اللي في النوعين اللي فاتوا، برضه زيوت نباتيه غير محدده مع جلوتين مضاف. النقط الايجابيه دقيق قمح كامل، هنا مفيش نخاله زي النوع اللي قبله، مع نسبه سكر تقريبا زي اللي فاتوا. هو مبدئيا كده قطره واحد فيه، وده ممكن يكون بسبب محسنات الخبز او الجلوتين المضاف. طعم قمح قوي بس اللي قبله كان اقوى، طعم مسكر سن اعلى من اللي فات. لو سالتني عن حلاوه الطعم هقول لك ده احلى طعم بس مش انضف واحد، ويمكن ده سر الانتشار الكبير. ثلاثه يعتبروا قريبين من بعض، لكن ترتيبهم بالنسبه لمنجوجو دومتي ريتش بيك. ودي كانت تجربه فضوليه من منجوجو عشان نحاول نشوف مين بيعمل انضف عيش في مصر. اكتبوا لي في الكومنتات عايزيننا نجيب ايه ونجربه. واكيد يا منجوكس لو لسه ما عملتش فولو او سبسكرايب بيفكرك انك تعمل ده عشان نعرف هنشتري ايه من السوبر ماركت الفتره الجايه.